اهلا بيكم فيديو جديد على قناتي على يوتيوب. وحشوني جدا. انا بجد من ضمن اهداف السنه الجديده بالنسبه لي ان شاء الله ان كل اسبوع يبقى فيه فيديو طويل على اليوتيوب، لان بجد انا مقصره قوي هنا وانا عارفه. بس لو مش عاملين لي فولو على الانستجرام والتيك توك هحط لكم اللينك في الديسكريبشن. بس تعالوا نبدا في موضوع الفيديو بتاع النهارده، وهو تجربتي مع الفيلر والبوتوكس بكل صراحه، والحاجات اللي انا عملتها وبالديت، والحاجات اللي عملت لها ريتاتش. كل حاجه هنقولها في الفيديو ده. وانا بس هكون محتاجه اوضح ان انا مش بشجع حد يعمل حاجه. انا اتسالت كتير قوي على كذا حاجه انا عملتها، فبكل صراحة بقول لكم انا عملت كذا وتجربتي معاها كذا. بس يلا نبدأ. اول حاجة عملتها هي التشين فيلر، وكانت يوم 2 ابريل. طيب انا عملتها ليه؟ كنت عايزة حاجة تحدد وشي اكتر من هنا وتخليه مسحوب اكتر، وفي نفس الوقت تظبط البروفايل بتاعي لان دقني كانت شويه راجعه لورا. وفي كمان ريشيو كده تجميليه بتقولكوا ان الوش يبقى تلت تلت تلت، فانا كنت بعمل تلت تلت تلت، كانت بتبقى لحد هنا معرفش ازاي. فكانت دقني صغيره جدا وفي نفس الوقت كان وشي مليان، فكان وشي قد كده ومش مسحوب. فده كان الهدف ان انا اعمل تشين فيلر. انا عملت اقل سايز خالص لان دي كانت اول تجربه ليا، فانا عايزه اقل حاجه خالص، اقل سايز. وعملت بالظبط 1 ملي بس. كنت خايفه جدا ومش عايزه اعمل حاجه اوفر، قلت ابدا باقل حاجه خالص عشان تبقى الدنيا هاديه معايا. بصراحه لذيذه، شكلها طبيعي جدا جدا جدا، وبالتبعيه لما الدقن طولت اكتر ظبط الجو لاين. بس انا ما عملتش اي حاجه هنا ولا عملت هنا بوتوكس ولا فيلر ولا اي حاجه. وانس بس وانا ظبطت التشن الدقن الموضوع ظبط من ناحيه الجو لاين. وما عملتش عليها ريتاتش. انا من اول سيشن خلصت الملي كله وما كنتش عايزه ان انا اعمل اي ريتاتش او ان انا ازود خالص. النتيجه كانت لذيذه ومفيش اي سايد افكت او اي رياكشن من وشي، فكانت الدنيا حلوه جدا. وبعدها بقى عملت بوتوكس، عملته يوم 9 ابريل. وناس كتير تقولي ان انا سني صغير على خطوه البوتوكس دي. انا ما اخدتهاش بس لفكره التجاعيد وان انا مبقاش عندي خطوط والكلام ده كله. انا كان عندي في وشي حاجه اسمها انسيمتريك، كان جنب عضلات وشي كلها مختلفة عن جنب. بس البوتوكس كان فيه عضلة بجد قوية جدا 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 على العضلة، فتحس ان انا ماشية رافعة حاجبين. بس فانا رحت عملت البوتوكس، عملت الفور هيد عندي وعملت التشن. قلت اجرب اعمل التشن لان انا على طول ببقى عاملة كده، وبرضو نفس الكلام محصلش اي رياكشن ولا اي حاجه. ورحت بعدها باسبوعين عشان اعمل ريتاتش، لان البوتوكس اهم حاجه يبقى نحط كميه قليله وبعد كده نشوف ايه اللي محتاج، ما نحطش كميه كبيره. طبعا الدكتور بتبقى عارفه كل التفاصيل دي وبتعمل المناسب. بقولكوا اللي حصل معايا بالتفصيل ان الدكتور بتاعتي هي دكتور اسمها مي حمدي، عملت عندها كل حاجه وانا متعوده. انا جربت حد وارتحت معاه فخلاص بكمل معاه بقى، طالما طريقه شغله واسلوبه والتكنيك بتاعه وكل حاجه عجباني فبكمل معاه. رحت عملت ريتاتش بس حاجه بسيطه قوي، كان لسه في العضله كانت لسه هايبر قوي، فظبطناها بحيث ان الوش يبقى سيمتريك اكتر. وبصراحه البوتوكس بتاع الفور هيد هي اكتر حاجه عجباني جدا وبجد فارقه معايا قوي. ممكن بس العيب الوحيد اللي في البوتوكس ان هو بيروح بسرعة قوي، يعني بعد 3 شهور بيفيد. وهقول لكم ازاي تحافظوا على نتيجة البوتوكس دي واحنا بنتكلم، عشان دي حاجة انا اكتشفتها وبجد خطيرة جدا. بعد كده نيجي لاكتر حاجة انا كان نفسي اعملها من صغري، وهي الليب فيلر. جماعة الموضوع بجد من في دماغي من زمان جدا. كنت بقعد استخدم ليب بلامبرز كتيرة واقعد احاول اعمل مش عارفة ايه عشان تكبر. بس قلت خلاص اخد الخطوه بما ان انا جربت الفيلر بتاع التشن والحمد لله الدنيا ظبطت معايا وكده. فقلت اجرب ان انا اعمل ليب فيلر. وطبعا كان اهم حاجه عندي تبقى شكلها طبيعي، مش بحب احس ان انا شفايفي قد كده، لا. فبرضه نفس الكلام استخدمت هي حقنة واحدة واستخدمتها كمان على مرتين، كانت 1 ملي وكمان اقل سايز زي ما قلتلكوا، لان انا في الاول بالذات ببقى اختار اقل حاجة في السايز واقل حاجة
في الكمية، لازم تكوني واثقة في الدكتور كويس جدًا إن هي هتختار الshape المناسب لوشِك، مش الshape اللي طالع trendy ممكن يبقى مناسب مع حد وأنتِ لأ. أنا الlip filler عملتها يوم 27 أبريل. بقى نتكلم في الحوار ده لإن بصراحة فيه كذا حاجة. أنا أول ما عملته ما اعرفش إيه اللي حصل يومها بالليل، أنا طبيعة جسمي حساس جدًا، جدًا، جدًا. المهم حصل reaction وحصل لي حساسية وأنا كنت مخضوضة مش فاهمة إيه اللي بيحصل، وطبيعي دي أول مرة ليّا فما كنتش فاهمة. كلمت الدكتور وعلى طول ضبطنا، خدت مضاد للحساسية ويعني برشام بس ما احتاجناش إن إحنا حتى ناخد حقن، فالدنيا خلصت بعدها بكام ساعة. الموضوع بالنسبة لي معرفتش أنام يومها من كتر ما أنا خايفة ومش عارفة هل ده طبيعي. أنا عارفة إن ده مش طبيعي، طب إيه الكلام، طب إيه، طب مش عارفة إيه. فالحمد لله الموضوع خلص بعدها بكام ساعة يعني، والموضوع كان under control. فلما رُحت عملت retouch الدكتور قالت لي يُستحسن إن إحنا ما نستخدمش بينج عشان ما يزودش الحساسية، فعملت retouch. لكم أن تتخيلوا عملت retouch من غير بينج. كانت رخمة شوية لإن أنا الpain level عندي عالي، بس ضبطنا بقى الدنيا أكتر وضبطنا الshape وكل الكلام ده، والاتنين دول كانوا ب1 مللي بس. عشان كده يا جماعة بلاش تحطوا filler كتير أوي، لإن لما بنحط filler كتير ممكن يحصل immigration أو إن الfiller يهاجر ويبقى مقبقب كده من فوق. المنظر ده بالنسبة لي بجد باكرهه، باكرهه، باكره المنظر ده، وبجد ما انصحش أي حد إن هو يoverfill الشفايف بتاعته عشان ده ما يحصلش معاه. وزي ما قُلت لكم البوتوكس بيقعد 3، 4 شهور، فأنا رُحت عملت بوتوكس في شهر سبتمبر بالضبط يوم 27. عملت للforehead، عملت skip للchin، حسيت إن هي يعني عادي ممكن ما اعملهاش دلوقتي، مش مشكلة أوي. فعملت الforehead لإن بجد فارقة أوي معايا حوار الsymmetric ده، إن أنا خلاص بقيت حاسة إن أنا حاجبي طالع فوق وحاجبي طالع نازل تحت، بسبب إن العضلة بتبقى شديدة عن عضلة، فطبعًا ده بيحصل unsymmetric. خلاص إحنا خلصنا الforehead. عملت بقى في نفس المرة عملت مناخيري. هتتخضوا إزاي حد يعمل بوتوكس في مناخيره. الفكرة كلها إن البوتوكس بيستخدم في المناخير لكذا حاجة، وبيفرق برضه في كذا حاجة كتنفس وجيوب أنفية والكلام ده كله. أنا عملت بالضبط عملت هنا عشان وأنا باضحك مناخيري ما تفليرش أوي، ما يبقاش اللي هو بتوسع وأنا باتكلم أو وأنا باضحك، دي حاجة. بعد كده عملت التِب دي عشان التِب دي وأنا باضحك ما تنزلش مرفوعة، وبجد يا جماعة عجبتني جدًا، جدًا، وفي نفس الوقت مش ملحوظة أوي لأي حد ياخد باله منها، بس أنا واخدة بالي منها وعاجباني بصراحة، إن هي التِب بقت مرفوعة شوية وأنا باضحك ما بتنزلش. عملت هنا برضه unit ليه بقى؟ عشان لمّا نيجي نضحك ما يحصلش flip للشفايف، فالشفايف ما تبقاش رفيعة. إحنا كده ما عملناش يعني عملنا الfiller برضه نتيجته ما بانتش أوي، فلمّا باتكلم أو باضحك خلاص الشفايف ما بتتقلبش لفوق فتبقى رفيعة. فبصراحة عجبتني أوي. لو أنتم بتحسوا إن أنتم مهما مليتوا شفايفكم حاسين إن برضه الشفايف بتفلِب، فأنتم كده محتاجين بوتوكس مش filler. شُفتوا يعني أنا كده باضحك وفي نفس الوقت شفايف واضحة ومش بتفلِب أو بتترفع لورا، فده بسبب البوتوكس. وبس كده، دي التجربة بتاعتي مع الfiller والبوتوكس. لو حاسين إن هي كتيرة أوي فأنا بس باقول لكم إن دي journey من شهر 4 لشهر 12. أنا لخصتها لكم في فيديو واحد لإن أنا باتسأل كتير أوي، فقُلت أجمّع لكم كل حاجة بhonest review في الفيديو ده. وزي ما قُلت لكم الحاجات دي كلها أنا عملتها مع دكتور مي حمدي. it's not ad it's not sponsor بأي شكل. وبرضه باعمل جلسات لشعري ولسه عاملة skin booster من قريب، ودي كانت أول مرة ليّا أعمل skin booster. هاكلمكم عن الجلسات دي بقى في فيديو لوحدها. قولوا لي عايزين إيه الفيديو الجاي، وخلينا بقى نثبت فيديو كل أسبوع. وبس كده، أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات كتير قدام.